حقيقي. قال التعويذه وفعلا ظهر الجن، ظهر بعض الحاجات في التصوير. الناس اللي لهم علاقه بالمجال ده قالوا لك ان عدد معين بس من الناس في العالم اللي ممكن يقول التعويذه دي بالطريقه دي وهي اعلى درجات القوه، هو ان لها صوت معين، ليها طريقه معينه، ليها ارتفاع معين، ليها سرعه معينه. فمش اي حد كان يقدر يقول التعويذه دي. والتعويذه دي كمان بتوع التصوير واللي كانوا موجودين في وقتها في التصوير قال لك ان هم شافوا فعلا حاجات حقيقيه حواليهم وحاجات ظهرت، ولكن المخرج عشان كان شايف او مش مقتنع بالقصه دي فكان بيقول لهم دي قله نوم، قله مش عارف ايه والقصص دي. ولكن يتفاجئون بعد كده في السينما ان الفيلم مجرد ما يتعرض يلاقي ناس بتصرخ وناس بتصوت وناس بتلالي وناس بتهادي. ايه يا عم؟ قال لك ان فعلا التعويذه اللي موجوده في الفيلم دي تعويذه متقاله كامله. التعويذه بالتالي لو اشتغلت في اي مكان هي خلاص مجرد ما الكلام بيتقال اللي هو اللي موجود في المكان ده بيحضر او بيحدث اللي يحدث في السيد الحسين.